السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم متابعينا في قناة سعودي 360. نقاط سريعة وبعض الأفكار عن لقاءات البطولة العربية لما نتكلم عن الأهلي والوصل والهلال والاتحاد، وراح يكون تركيزنا في الحديث عن الأهلي وعن الهلال بشكل أكثر من الخصوم أو من المنافسين. لما نشوف مباراة الأهلي اللي بصراحة من المفترض كان الأهلي يحسم التأهل في ملعب الوصل، لأن المباراة كانت في يده. الأهلي كان أفضل بشكل واضح، كان مستحوذ على المباراة بنسبة أكثر من 60%، والاستحواذ وصل الأهلي أنه يسجل هدفين. الأهلي كان يقدر يقتل المباراة بهدف ثالث وهدف رابع. رعونة الهجوم، تألق حارس الوصل، سوء الحالة الدفاع الأهلي المستمرة. لما تتكلم من ناحية التمركز، تتكلم من ناحية الأفراد، تتكلم من الناحية الذهنية وحتى الثقة. الوصل من الأمور اللي بصراحة ساهمت أنه يقدر يخرج من هذا اللقاء 2-2، ويعتبر انتصار له أنه قدر يوصل في هذا اللقاء بنسبة 2-2 تعادل، وهو كان في حالة سيئة جدا. مش نفس الوصل اللي لعب أمام الاتحاد السعودي، ومش هذا الوصل اللي لعب أمام الأهلي المصري. تتكلم عن فريقين كبار خرجهم الوصل، ولكن بصراحة كان سيء في مباراته في الأمس أمام الأهلي. من الأمور اللي ساهمت أنه الوصل قدر أنه يتعادل في هذا اللقاء، هدف في وقت مبكر جدا. نشوف دفاع الأهلي السيء، 4 مدافعين واقف بينهم لاعب قدر أنه يطلع ويسجل الكورة. في أول دقيقة في المباراة الوصل سجل هدف، وفي آخر دقائق المباراة الوصل حصل على ركلة جزاء. هذا الشيء اللي أعطاه أنه يقدر يكون في المباراة من ناحية التسجيل، من ناحية النتيجة، ولكن من ناحية الأداء الأهلي كان مكتسح. نفس الأفكار دخل مدرب الأهلي أمام النصر اللي هي 3-5-2. الخمسة اللي موجودين في وسط الملعب بصراحة أراحوا بعض. شكل الأهلي في وسط الملعب شكل جيد. الموضوع محتاج فقط عدة مباريات، محتاج جودة عالية من اللعيبة في الخط الخلفي، بعد كده يقدر المدرب يمشي بهذه الطريقة بشكل سهل جدا. حتى لو نشوف أحيان في الخط الخلفي بيلعب لعيبة ما عندهم خبرة، أو في الأساس هم مش لعيبة قلوب دفاع، فقط مجرد ما يكون في الأهلي لعيبة زي تتكلم على معتز هوساوي فقط يقدر يحل هذه المشاكل. وسط الأهلي بسبب الخمسة اللي موجودين الكل صار قادر إنه يلعب كورة، يخرج الكرة من الخلف الأمام بسهولة. الكرة الثانية دائما بيحصل عليها الأهلي، التغطية مع بعض. لما تكون أنت بتلعب مع 5 جنبك أنت تكون مرتاح جدا. شفنا الأهلي بيتدرج بالكرة بشكل سهل جدا، الكرة بتنحط على الأطراف بشكل سهل وسلس جدا، شيء مريح جدا للأهلي. حتى خلف محاور الوصل اللي كان أمس تقريبا الفريق واقف في ملعبه، ولكن شكل الأهلي كان جيد جدا. حتى في الفترات اللي بيحاول يضغط فيها الوصل على الأهلي ما كان قادر يجاري الأهلي بسهولة كانوا يخرجوا الملعب الكورة من ملعبهم لملعب الخصم، لأنه كانوا يلعبوا بكل هدوء، كانوا يلعبوا بأريحية، كان في ثقة واضحة بالنسبة لفريق الأهلي. فقط المدرب يستمر، ياخذ وضعه، ياخذ وقت. لو يستمر مع الأهلي للموسم القادم أنا متأكد إنه شكل الأهلي راح يكون أفضل، خاصة لما يتكلم من النواحي الدفاعية من الأخطاء هذه. فقط العتب على الأهلي في مباراة أمس سوء الحالة الدفاعية اللي ما زالت تتكرر، وذكرنا الأسباب. رعونة المهاجمين في ضياع الفرص، وطبعا في تألق لحارس الوصل، ما ننسى هذا الشيء. هذه اللي كانت مشاكل الأهلي، ولكن بشكل عام الأهلي كان أفضل، ولكن أضاع بصراحة تأهل في ملعب الوصل. كان الأهلي قادر إنه يحسم هذا اللقاء على الأقل بفرق هدفين بالراحة، كان الأهلي يقدر يخرج منتصر 4-2 على الأقل في هذا اللقاء. ما ننسى إنه الوصل سجل، عشان كده أقول كان على الأقل يقدر يخرج ب4-2، ولكن قادر الأهلي إنه يحسم المباراة في جدة. ما نقول المباراة سهلة، ولكن بنسبة 60% أنا أشوف الأهلي أعلى من الوصل في هذه الوقت، في هذه المرحلة. الأهلي قادر إنه يوصل، خاصة إنك تتكلم إنه بيراهن على خط هجوم قوي جدا، قادر إنه يحسم الموضوع. الأهلي يكفيه تعادل بأي نتيجة، عفوا يكفيه تعادل ب0-0 أو 1-1 يقدر يتأهل، أول فوز بأي نتيجة. لما نتكلم على الهلال مع الاتحاد الاسكندري، فريق الهلال أمس بصراحة دخل مدرب الهلال زوران بنفس الأفكار اللي من يوم ما جاء ابتدى يحطها في الفريق، اللي هي 4-2-3-1. وأنا بالنسبة لي أشوف هذه أنسب طريقة يلعب فيها الهلال، لأنه بتعطي الفريق توازن في وسط الملعب، وبتعطي الفريق توازن في الهجوم. فريق الهلال بصراحة أمس أرهق الخصم، أتعب الخصم. الميزة في الهلال إنهم بيلعبوا بيمتعوا وبيستمتعوا، تحس إنه اللعيبة داخلين المباراة ما في ضغوطات، رغم إنك أنت تتكلم على الثلث الأخير في الموسم هذا وقت حسم، ولكن تحس إنه الهلال بيدخلوا الملعب بدون ضغوطات، بيلعبوا بكل أريحية، تشعر إنها كأنها أول أو ثاني مباراة في الموسم، أو تشعر إنه الموسم منتهي، هذه مباراة تحصيل حاصل. بصراحة فريق الهلال فريق
جدا مفرح لما تتفرج عليه، بصراحة تستمتع انت بتتفرج. حتى شفنا نجوم كورة كبار جدا كانوا موجودين في اوروبا، تتكلم على حازم امام اشاد بالهلال وقال انه فريق قوي جدا. الهلال بيرفع رتم المباراة وقت ما يبغى، بيسرع الرتم، بيرهق الخصم بسبب انه بيسرع رتم المباراة وبيهدي الرتم وقت ما يبغى. الكرة بتروح على الاطراف، ان كان يمين يسار، ان كان بيلعبوا في العمق. الشيء اللي يبغوه لعيبة الهلال بيعملوه. حتى بنشوف لاعب زي جوميز مبدع متألق في المباراة، لاعب ما عنده الامكانيات الكبيرة من نواحي الامور الفردية والمراوغات، ولكن بيطلع بيستلم بيسلم، ما بنشوفه يثبت عند قلوب الدفاع. ليش؟ لانه الهلال قادر انه يجي ادواردو يخش يصير راس حربه، قادر انه في بعض الاوقات كاريلو يخش يصير راس حربه، في تنوع في اللعب بشكل جميل جدا. انتشار الهلال شيء جيد. لما تشوف فريق بيضغط تقريبا بثمانية لعيبه، بيطلعوا الاظهره مع لعيبه الوسط مع المهاجمين، بيشكلوا حاله غير طبيعيه. لما تشوف ادواردو لما ابتدى ياخذ دور اللي هو متعود عليه كلاعب في مركز 10 كمهاجم وهمي، هذا الشيء اللي متعود عليه ادواردو. لما تحرم ادواردو من هذا المكان، تحرم ادواردو من الاهداف، تحرم ادواردو من الصناعه، تحرم ادواردو من انه هو النجم الاول بالنسبه لفريق الهلال في هذا المركز، اكيد ادواردو راح يفقد الثقه في نفسه وحيفقد الشيء اللي هو المهم عنده انه يسجل اهداف. ادواردو رجع لوضعه الطبيعي لانه اللاعب عنده الامكانيات وعنده الجوده، فقط اللي كانت المشكله اللي موجوده مع جيسوس اللي هي التوظيف. الشلهوب 38 سنه، صلى على النبي، قادر انه يلعب 90 دقيقة، قادر انه يبدع يمتع. فعلا هذا الموهوب مش الشلهوب، شفناه كيف بيصنع كور حتى وهو مغمض، اللاعب بيمرر وبيصنع. لاعب كبير جدا، لاعب موهوب، لاعب بصراحة غير طبيعي. محمد الشلهوب بتشوفه اللاعب بيوقف على الكورة، عارف متى يلعب، عارف متى يمرر، عارف ايش يعمل في كرة القدم لما تجي الكورة، عارف كيف يمررها، عارف كيف ايش يسوي. لما تشوف فريق الهلال بصراحة لعيبة في الملعب تتكلم على نجوم، على مقاعد البدلاء تتكلم على نجوم، حتى اللعيبه اللي مش موجودين في البطوله اللي كانوا في المدرجات تتكلم على نجوم، يكفي تتكلم على جيافينكو. بصراحه فريق قوي جدا، فريق متكامل. العتب في الهلال ومشاكل الهلال تجي في الخط الخلفي. الاتحاد السكندري في الشوط الاول الفريق كان بصراحه مش قادر يجاري، مش عشان سيء. لما تتكلم على فريق خرج، تتكلم على فريق خرج بطل افريقيا، تتكلم على فريق خرج الزمالك، انت ما تتكلم على فريق عادي، ما تتكلم على فريق سيء، ما تتكلم على فريق ضعيف، تتكلم على فريق قوي وفريق متمكن وفريق قادر انه يفوز على الهلال. ولكن الحاله اللي كان فيها الاتحاد امس بسبب الحاله الجيده اللي كان فيها الهلال، مش انه الفريق سيء، الفريق نهائيا مو سيء اللي هو فريق الاتحاد. الشوط الثاني بعض التغييرات المدرب قلب طريقة اللعب، شفناها في بعض الأوقات يلعب 4-4-2، حاول إنه يجاري الهلال، بالفعل قدروا نطلع بالكورة في بعض الأوقات، قدروا نضغط ضغط عالي على الهلال، ولكن تماسك الهلال زي ما ذكرت، الأريحية اللي بيلعبوا فيها لعيبة الهلال، اللعب بيسرعوه جدا. ميزة الهلال من ضمن ميزات الهلال، اللاعب لما يمسك الكورة ما تنفك الكورة منه بسهولة، ما بيمرر الكورة بسهولة إنها تتمرر غلط، لا بيعتنوا في تمريراتهم، كل لاعب بيخرج الكورة بشكل سهل لزميله، كل لاعب مسؤول عن تمريرته، مش اللي بيستلم هو المسؤول، اللي بيمرر هو اللي مسؤول بيسلم الكور بشكل سلس جدا. دفاع الهلال امس نسبيا الحاله كانت افضل من المباريات السابقه. الهلال انت تتكلم في اخر مباراتين، امام القادسيه 4 وامام الاتحاد 3 اهداف، تتكلم عن 7 اهداف وقبل مرمى تقريبا هدف واحد، هذا يعتبر شيء جيد بالنسبه للهلال. بصراحه هجوم قوي جدا، هجوم فتاك لما نتكلم على فريق الهلال. الآن تقريبا الهلال 3-0 حسم التأهل بنسبة نقول 90%. ما أعتقد أنه الاتحاد قادر في ملعبه أنه يفوز 4-0 على الهلال عشان يتأهل. حتى لو انتصر الهلال قادر يسجل في خارج الأرض، لأنك تتكلم على فريق قوي جدا، تتكلم على فريق متمكن. في نقطة لازم نتكلم هنا على عملية التوظيف. الشلهوب مع إدواردو تقريبا نفس المركز، تتكلم على 2 تقريبا، واحد مهاجم وهمي والثاني صانع لعب، كلهم تتكلم على مركز 10، لعبوا مع بعض، المدرب ركبهم مع بعض والاثنين لعبوا، ما شفنا اي ازدواجيه في الملعب. الشلهوب حتى كلاعب ما عنده القوه البدنيه، ولكن بنشوفه يرجع بيقطع كوره وبيغطي. فريق متكامل، فريق جيد جدا، فريق جميل. الهلال فقط باقي المدرب يعتني في بعض المسائل الدفاعيه، وانا اعتقد راح يكون فريق صعب جدا على اي فريق يواجهه. هذا اللي انا حبيت اقوله في هذه الحلقه. في الاخير ابغى اقول لكم لا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، لا تحرمونا من لايكاتكم في قناه سعودي 360. كان معاكم جوكر، والسلام عليكم.